ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بالفطيره الحلوه دي، فطيره النجمه. جميله جدا يا جماعه، وبتاخد حشوات مختلفه، يا ريت تعملوها. يلا بينا بقى كده ندخل في الفيديو ونبدا المقادير. بوله معايا تنزلي فيها بكوبايه من اللبن، وبضايه، وكيس من الخميره، ومعلقه سكر، وتقلبيهم كويس جدا مع بعض، وتبداي تنزلي بقى بثلاث كوبايات من الدقيق ورشه ملح وباكو من الخميره الفوريه، وتقلبي تقلبي وتبدأي بقى تعجنيها. هي مش عايزة عجن ولا حاجة، هي مجرد ان احنا هنخلط المقادير كلها مع بعض كده، خلاص تبقى هي خلصت وطلع معاكي عجينة زي الفل، روعة روعة، جميلة جدا يا جماعة. يلا بقى فطيرة رأس السنة كده، كل سنة وانتوا طيبين. هنسيبها بقى نغطيها كده بالاسترتش ونسيبها تخمر شوية، يعني نص ساعة ساعة على حسب الجو عندك عامل ايه. هنجيب بقى الخلطة اللي انا هحشيها ليها. هاتي بولة كده، حطي فيها كوباية سكر، المفروض سكر بني، لو عندك خلاص، ما عندكيش حطي عليه معلقتين ثلاثة من العسل الاسود، يبقى كده معانا السكر البني. تنزلي فيها عليه بقى بمعلقة كاكاو، كاكاو خام, خام او كاكاو عادي، ومعلقة قرفة، وحبة زبدة عشان تعملي معاكي كده معجون، ويبقى سهل الفرد معاكي ايه على الفطيرة او العجينة اللي احنا عملناها. وعايزة اقولك ان هي ممكن تتحشي اي حشوات مختلفة، ممكن جبنة، ممكن نوتيلا، ممكن اي نوع شوكولاتة عندك. والله ولو عملتيها سادة هتبقى روعة مع مج النسكافيه او كوباية الشاي بالحليب بتاعتك. يعني بصي هتسعدي اولادك وتبهريهم بقى بالجمال اللي انت عملتيه. هنا خلاص خلصنا بقى الحشوه، هنيجي ان العجينه انها خمرت معانا، هنقسمها ثلاث كور زي ما انت شايفه كده، ونبدا ان احنا يعني ناخد من اخر كوره لاول كوره، ونفردها كده بقى على المفرش السيليكون اللي انت شايفاه ده كده، بالطريقه اللي انت شايفاها. يعني عجينه تكون الفرد بتاعها يعني مش سميك قوي ولا خفيف برضه، عشان ما تتقطعش معاكي. هاتي بقى الصينيه اللي انت هتعملي فيها، وافردي الثلاث طبقات، وحطي بينهم الحشو زي ما انت شايفه كده، اهو بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده. وطبعا الحشو زي ما انت عايزه تقللي، عايزه تكتري، ده شيء يرجع لك. بس صدقيني الفطيره دي هتبهرك وهتبهريهم في البيت، وهتبقى جميله جدا جدا. وتبداي بقى تظبطي باقي الطبقات، وهتشوفي دلوقتي الطبقه الاخيره وانا بعملها. بعد ما حطيتها هبدا ان انا اشيل كده النص الاخير، هتشوفي معايا دلوقتي. وهحشي نص اكتر من النص التاني، عشان في عندي بيحبوا الحشو خفيف، وفي بيحبوا الحشو زيادة، فترضي جميع الأطراف. لو وصلت لغاية هنا وعجبك الفيديو، ما تنسيش تكتبي لي انتي بتشاهديني من انهي دولة، ده بيسعدني جدا. وما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميلة التشجيعية دي. اهي الحركة اللي بقولك عليها، شلت نص العجينة، وبدأت ان انا اكتر الحشوة شوية. هتبدأي بقى بعد ما عملتيها كده تظبطيها على قد ما تقدري بشكل داير كده، وتسويها كويس جدا. تجيبي بقى بولة صغيرة كده تحطيها في النص، وتقسمي العجينة 4 تربع بالشكل اللي انت شايفاه ده، وكل ربع هتقسميه 4. ركزي عشان دي أهم خطوة بقى في الوصفة بتاعتنا، اللي هي طريقة التشكيل، عشان تطلع لك شكل النجمة الجميلة، الفطيرة اللي على شكل نجمة دي اللي شفتيها في أول الفيديو. يبقى هتقسمي، هتحطي البولة في النص وهتقسميها 4 تربع، وكل ربع هتقسميه 4. وهتبدأي تاخدي كل بقى نصين اللي هما اللي زي ما انت شايفة كده، وايه يعني تلويهم كده على الناحية التانية كل واحدة، وتقومي يعني لحمهم مع بعض، اهو يعني ضمهم لبعض كده، اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هتطلع معاكي روعة جميلة جدا. اهو بصي النجمة الجميلة دي بقى، خلينا نسميها فطيرة رأس السنة او فطيرة النجمة. هتجيبي بقى حبة زبدة ومعلقة لبن بودر، او قشطة، او اي حاجة، ممكن بيضة، اي حاجة يعني تدهني بيها الوش عشان يطلع ايه، لونه احمر معانا كده وجميل ويفتح النفس. وتدخليها الفرن بقى، وبألف هنا وشفا مع النسكافيه بتاعك او كوباية الشاي. لو عجبك الفيديو زي ما قلت لك، ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.